السلام عليكم. غيكون هذا الفيديو على شخصية مغربية لعبت دور كبير في إنقاذ المغرب من خطر محدق اللي كان غيعمل واحد الانعطاف تاريخي ويقلب موازين السلطة في المغرب الحديث يوم 16 غشت من سنة 1972، بحيث كان مصير الشعب المغربي غيكون لا قدر الله بين أيدي مجموعة من الانقلابيين العسكريين. اليوم غنهضروا على الكولونيل محمد القباش اللي دخل التاريخ من أوسع أبوابه يوم ما شاءت الأقدار أنه يكون هو الربان اللي غيقود الطائرة الملكية اللي تعرضت لهجوم جوي من طرف عدد من ضباط الخونة تحت قيادة الجنرال أوفقير، وهذا الشيء وقع خلال رحلة عودة الراحل الحسن الثاني من إسبانيا. المهم، فبعد المحاولة الفاشلة ديال انقلاب الصخيرات في يوليوز سنة 1971 واللي دازت على الجنرال بردا وسلامة وزهق منها كيف كنقولوا، ما توقفاتش طموحاته السياسية السلبية عند هذا الحد، بل أنه بدأ في عملية التدبير والتخطيط لانقلاب جديد عازم على عض اليد اللي وكلاته حتى الدقهم وخيانة القسم والعهد اللي كان بينه وبين العرش العلوي منذ عودة السلطان محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن. وعليه هذه المرة أوفقير لجأ حيلة ذكية بحيث بغى يتجاوز الأخطاء اللي وقعوا فيها السابقين خلال انقلاب الصخيرات، خصوصا عبابو والمذبوح، وبالتالي ففكرة الانقلاب الخاص به الجنرال أوفقير خطط لها في الأرض وبغى ينفذها في الجو. محمد القباش كان من الرعيل الأول ديال ضباط الجيش الملكي في سلاح الجو المغربي، ومن بعد صبح طيار مدني في شركة الخطوط الملكية المغربية بعد ما تم قبول طلب إعفائه من الخدمة العسكرية. القباش هذا الاسم اللي غيكون متداول من بعد. القباش اشتهر بالفطنة ديالو خلال محاولة انقلاب أوفقير بعد ما قدر بالخبرة ديالو مراوغة الانقلابيين وقيادة طائرة بوينغ 727 الملكية اللي كانت هدف ديال الطلقات النارية من طائرات أفسنك المقاتلة، واللي قدر كذلك يهبط بها الأرض غير بمحركين فقط من أصل ثلاثة المحركات اللي كانوا شاعلين بالعافية، وعجلة هبوط وحدة في معجزة نادرة ما لها مثيل. أما بخصوص تكوينه العلمي والعسكري، فبعد ما حصل على البكالوريا في علوم الرياضيات الابتدائية تخصص القباش سنتين من بعد في الرياضيات العليا والرياضيات الخاصة، وانضم من بعد سنة 1956 إلى مبادرة الشباب اللي طلقها ملك المغرب آنذاك محمد الخامس مباشرة بعد استقلال المغرب بهدف تأسيس الجيش والترسانة المغربية، بحيث شارك في مباراة تكوين أول دفعة من الطيارين المغاربة للقوات المسلحة الملكية المغربية في 1 يوليوز سنة 1956 في كلية مولاي يوسف بالرباط. وقدر القباش ينجح بتفوق في سبتمبر سنة 1956 رفقة 12 طالب تحت إشراف الكولونيل الداودي في اجتياز المباراة والانضمام لسلك الطيارين المغاربة اللي غيتجرى تكوينهم في المدرسة الجوية في صالون دو بروفونس بفرنسا، وتلقى تكوينه في أرقى المدارس الجوية الفرنسية ابتداء بالمدرسة الجوية في صالون دو بروفونس، ثم أفورد بالقرب من مدينة بورجيز الفرنسية، ثم في مدينة تولوز فرانكازال اللي فيها تدرب على عدة أنواع من الطائرات الحربية والمدنية بحال طائرات دوغلاس دي سي 3 ودوغلاس سي 47 سكايترين وغيرها. وبعد سنتين غيتخرج القباش بتفوق الأول على دفعته طيار حربي برتبة رائد ضابط من بين دوك الطلبة 12 المغاربة اللي غيوشحهم محمد الخامس بشكل استثنائي إلى رتبة ملازم عسكري مغربي. والتحق القباش من بعد بالقاعدة الجوية الفرنسية في مدينة مكناس، بحيث كمل تكوينه على طائرة بيبلاستي 33، وغينتقل له القاعدة الجوية الفرنسية بسلا المتمركزة في المغرب ضمن السرب الثامن الحربي في سلاح الجو الملكي المغربي على طائرة ميستير
4 بحيث تكلف بتدبير المكتب السادس الجوي أول النواة للقوات الجوية الملكية المغربية. وبعد 5 سنوات من الخدمة العسكرية طلب القباج إعفاءه من الخدمة لأسباب شخصية، وهو الشيء اللي اعتبروه آخرين اللي كانوا أعداؤه على أنه تهرب من قيود الجيش الصارمة باش يبقى مع زوجته السويسرية الأجنبية. في حين صرح النقيب السابق أحمد الوافي في مذكراته أن الملازم القباج اللي ديما كان وطني ومعروف عليه ماشي ملكي، وأن استقالته عندها علاقة بواقعة وقعت له في سنة 1959 خلال مراسم تسلم طائرة فوريا الإنجليزية بالموازاة مع الاحتفال بأول دفعة من الطيارين المغاربة، بحيث أن القباج رفض يبوس يد ولي العهد آنذاك الحسن الثاني، الشيء اللي خلى الجنرال الكتاني بن حمو الحاج يأنبوا على تصرفه. لكن القباج غيجاوبوا بجرأة وشجاعة بأنه ما تعلمش يبوس يد الملك في مدرسة الطيران، وهذا الشيء اللي خلاه يلتحق بعدها بالخطوط الملكية المغربية كطيار مدني في شهر أبريل سنة 1969. وفي يوليوز سنة 1972 هاد السنة اللي غتكون فارقة في حياة القباج، تلقى أوامر بإعداد طائرة بوينغ 727 الملكية باش يجيب بها ملك المغرب من فرنسا آنذاك الحسن الثاني، بعد تحذيرات تلقاها هذا الأخير من طرف المخابرات الفرنسية كتفيد بوجود تحركات مشكوك في أمرها داخل الجيش المغربي، الشيء اللي خلى الحسن الثاني مجبر أنه يقطع إجازته المعتادة في فرنسا ب10 أيام. وبتاريخ 16 غشت سنة 1972 كان القباج مسؤول على سلامة ملك المغرب الحسن الثاني وشقيقه الأمير عبد الله وصهره الوزير الأول أحمد عثمان والجنرال أحمد دليمي وآخرين، باعتباره قائد ديال الطائرة بوينغ 727 الملكية اللي كانوا راكبينها. وبفجأة وبمجرد دخول الطائرة إلى الأجواء المغربية حلق سرب من 6 طائرات مغربية بمحاذاة الطائرة الملكية وانقسموا المجموعتين، وبدأت الطائرات الثلاثة المسلحة في إطلاق النار جوا بحركة بهلوانية وعشوائية، الشيء اللي خلى الجنرال أحمد الدليمي يلوح بيده ويطلب من ربابنة المقاتلات باش يبعدوا على الطائرة الملكية قبل ما يغوت قائد الطائرة الربان القباج عبر جهاز الراديو بعدوا من الطائرة. راه جلالة الملك ما طلبش الحراسة، لكن حتى واحد من هاد الطيارين ما اهتم بهذا النداء. وفجأة كيتسمع داوي انفجار قنبلة توضعات تحت الطائرة واللي صابت حارس الأمن الفرنسي اللي كان معاهم، وتلاها هجوم عنيف من قبل 3 طائرات F5 عسكرية مغربية على مؤخرة الطائرة، بحيث كان المغرب وحده هو اللي كيملك هذا النوع من الطائرات الحربية في المنطقة، الشيء اللي خلى القباج بالفطنة ديالو ينبه الملك بأنهم كيتعرضوا لهجوم، كيسعوا المنفذين ديالو باش يقوموا بإسقاط الطائرة الملكية أمام قصف رشاشات طائرات قذائف من عيار 20 ملم. وعلى علو 7 كيلومترات من الأرض حاول القباج المراوغة بالطائرة المدنية دون جدوى، بحيث استطاعت رصاصات المنفذين ديال الانقلاب إلحاق أضرار كبيرة بالطائرة وخرقها بالثقوب وتفجير 3 المحركات تسبات في اندلاع دخان كثيف. وهنا غيعطي الملك تعليمات المهندس الصيانة الميكانيكية في الطائرة باش يتحدث عبر الراديو مع برج المراقبة ويخبرهم بأن كل من في الطائرة ماتوا حيث كانوا في مؤخرة الطائرة مع الملك، أما الملك فاتصاب بجروح خطيرة في مؤخرة العنق ديالو. وقفوا الهجوم وفكروا في مراتي وولادي. وفي محاولة أخيرة للتأكد قام أحد الانقلابيين وهو الوافي كويرة بهجوم انتحاري، بحيث وجه طائرته تجاه الطائرة الملكية وقفز منها بالمقعد ديالو قبل الارتطام بالطائرة الملكية، الشيء اللي خلاه يفلتها حيث وزن الطائرة ديالو F5 خف من اللي نقز منها وغيرت مسارها وغتمر تحت الطائرة الملكية بسلام. في هذا الأثناء غينسحبوا المهاجمين للقاعدة الجوية في القنيطرة باش يتسلحوا من جديد، في حين اغتنم العبقري القباج الفرصة وحاول إعادة استخدام المحرك المحترق في محاولة أخيرة
قبل النزول إلى قاعدة القنيطرة الجوية، رغم الكيروسين اللي خواه أحد الانقلابيين على الطائرة باش يفجرها. وحلق القباج بالطائرة الملكية المحترقة على علو منخفض فوق أرضية قاعدة القنيطرة الجوية، وحاول يوهم الانقلابيين بأنه غادي يهبط في القنيطرة، في حين تابع تحليقه إلى مطار رباط سلا. وبعد 20 دقيقة قدر يهبط بالطائرة وهي بالغة الإصابة وسط سحب من الدخان في مطار رباط العسكري دون ما تنفجر، الشيء اللي اعتبروه البعض معجزة ربانية. وبعد فشل انقلاب 16 غشت سنة 1972 دوز القباش شهر من النقاهة في المستشفى العسكري، وعرفانا من الملك الحسن الثاني حيث نقذوه هو وطاقم الطائرة من موت محقق، جرى تعيينه قائد للقوات الجوية خلفا للحسن اليوسي برتبة جنرال، إلى جانب تدبير المكتب الثاني المكلف بالمخابرات العسكرية. أما فيما يخص الحياة الشخصية ديال القباج، فهو تزوج خلال اجتيازه لدورة تكوينية في الطيران العسكري بفرنسا من شابة سويسرية كتسمى أنجيلينا، عاشت معه وعايشت محاولات الانقلاب الفاشلة، ونجات حتى هي كذلك من غارة الانقلابيين اللي استهدفت مطار الرباط سلا خلال محاولة انقلاب أوفقير، بحيث أنها كانت كتنتظر أخبار زوجها باش تطمئن عليه. بعد سنوات حدث الطلاق بينهم، وغيتزوج من مضيفة الطيران المغربية اللي تقال أنه تفتن بالجمال ديالها الفائق اللي كانت خدامة معه في الطائرة، وعاش هو وياها بشقة فاخرة بمدينة الدار البيضاء إلى حين وفاته. للإشارة فقط، فالقباج هو الأخ ديال القباج اللي هو مؤسس الشركة العقارية وشركة البناء المشهورة بالمغرب.